هذا رجال يقال له محمد وساكن في البر اللي حول حفر الباطن، ورجال كريم والله أكرم منه، كريم ما يمر خطار إلا واجبهم حاضر لازم. القصة هذه حصلت طول أعمالكم على نهاية البعير كوسيلة نقل وبداية السيارة. الحاصل محمد والله ما هو بيقصر عند وجه خطارة، جاء يوم من الأيام مرته السيارات ما يشوفونها، ما يشوفون، نادر ما تشاف السيارة توها على بداية، لا زال البعير هو الوسيلة الأساسية، لكن السيارة تلفت نظر، معناها أنها مع علية قوم، ولا معهم سيارة كشف ولواري ومعهم طيور ولهم قنوص. أشروا لهم محمد، قالوا ميلوا عليه، ميلوا وسلموا وهو ينطلق للغنم ويذبح هكالطليين ما شاء الله. هل لو رحب الرجال قالوا خلاص تمت. قلت والله يحييكم الله يحييكم، لا هكا الرجال ولا فضله على من عندي قاعد في راس المجلس ولا تسنه حر. قالوا والخويا اللي معه يا معزبنا قاسم، قال تعرف هالرجال؟ قال لا والله ما أعرف، لكن الله يحييكم جميع. قالوا هذا محمد بن أحمد السديري أبو زيد. نعم. الشاعر معروف. أي نعم الأمين. ونعم يلا الساعة المباركة لو نداري. قال والله ما عاد تزيدها، يكفينا ما جانا وبيض الله وجهك. يلاقي خيرا تدل الشعبان والمناطق هذه، قال هذه أنا ما لدن فيها. يا سلام. لكن الليلة واجبكم وأنا أشوف طيوركم معكم، وباتر نقنص إن شاء الله وأنا دليلتكم. فعلا نقنص معهم، خذ معهم 5 أيام وصادوا خير من الله، حباري وكراوين وغيرها، وارنب ومثل ذاك الزمان راهي الصيد. تجيني الأمير محمد الأحمد كان في أمير عرعر، قال تجيني يا محمد إن شاء الله في عرعر. قال وين أنا وين عرعر يا طول العمر، لكن جابتني الدنيا وإن الله كتب إني بجيك لك حق علي. راحت هذه، مشى من عنده أبو زيد الله يجعله في بارد النعيم وولدنا وولديكم. الدنيا قالت على محمد هذا خوينا في السالفة، يعني في البدايات لا باس. في مرة من المرات جلب له غنم على حفر الباطن يوم جمعة وباعها. يوم باعها حط الدراهم مخباتها من أول، تذكرون عاد من الشيبان اللي يحطون المراكل الحصى اللي عند المساجد، الجلسة ما في شيبان ما يذكرونها صحيح. الحاصل انه طاعونك مثل هالجلسة هذه تصير حصى ويجلسون عليها الجماعة عقب الصلاة. لا قاعد وهذا السوق قدامه، لا والله راعيها كالبعير مبرتم بعيره ومحمل من راعي الدكان كل خير. يوم محمد عندنا ايام بعري، قال كم حقك يا ولدي؟ يقول الشاي بالراعي الدكان. ومحمد خوينا يسولف مع رجال مثلي انا وابو عبد المحسن هالحين، قال حقي هالقد والشاي، عط الدراهم. قال والله ما هنا دراهم وانا ابوك، لكن ها في وجهي ومان الله وهالشعرات انه فيك حقك. قال ايه توهيني يوم حملت قال لي والله ما معي دراهم، انا جاي اترزق الله ولا الله كتب لي نصيب، لكن والله ما يروح لك ريال يا ولدي. قال اقول والله ما يثور بعيرك الا معطيني حقي ولا نزل بضاعتي، واذا بينزل واذا يقضب يا ولد تعوذ من الشيطان. وصارت بينهم ارتفع الصوت الذي بان يسمعه محمد جعل في جنة النعيم. آمين. اطمر عسى ما خلاف يا الربع عسى ما خلاف. قال هذا بيسرقني عيان بيان. قال هالشايب اللي كبر ابوك يسرق ارفعها يا ولدي. قال اجل وش اللي اخذت دراهم حلالي وقفيت وش اسمه هذا سرقته وانا اشوف. قال والله ماني بسارق. المهم منهم كلام. قال محمد اصبر كم حقك؟ اقصرها لا تطول. كم حقك يا اللي حيث الغانم راعي الدكان؟ قال حقي هالقد وشام مثل ما تقول ذاك اليوم 20 23 25 رجال ولا بايع عند الغنم قبل الصلاة. قال بسم الله عد وعطني نزاد منها شيء. خلاص قال ايه؟ قال رحم الله والديك فمان الله وجهك مقفي. قال الشاي تعال وين؟ لا بالله ما خلصنا. قال وش بقي؟ لقاصلك شيء يا عم؟ اقلط معي تغد كل واجب. قال يا ابن حلال انت اكرمتني الله يكرمك بطاعته لكن عطني اسمك. قال وش الاسم؟ أنا بحفظ حلالك. قال والله ما دورتها عندك ولا أنا مدورها والله يحللك ويبيحك. يا سلام. عد الشجر والحجر والجراد اللي انتشر. ما أبي منك شيء يا عم ما أعطيك فيها وانا. قال والله ما تكفي أنت يا راعي الدكان. قال نعم. قال تكتب ولا ما تكتب؟ قال أكتب. قال سو خير عطنا ورقة واكتب لي اسم هالرجال. يا ابن الحلال قال والله ما تزبي إلا باسمك. قال اسمي يا جل محمد بن فلان بن فلان بن فلان الفلاني الفلاني واكتبه. حطها شايف مخباته الداخلية. قال رحم الله اثنين جابوك يا ولدي وان راده الله اني لقاضيك. ترى اسمي فلان بن فلان بن فلان من اهل الديرة الفلانية.
نهل عرعر. قال بيض الله وجهك شو بديه العرعر؟ راح. ها مثل ما أقول لكم قبل هذا دارت عليه الدنيا والله إن حلاله ينقص كريم، ورد الله عليه بأمراض على بعض الحلال، والله يوم ما عاد معش. سبحان الله. شاور أم عياله قال يا مرة أنا كريم وهذا طبعي ما أقدر أغيره، وهالحين والله ما عندي مكرم به ضيف وأنا على درب، والخطار يعرفوني وأهل الديره يعرفوني، وخاف يجيني أحد ويعرق وجهه أفشل ما عندي له ضيفة. والشورت قالت الرأي الله ثم لك أنا معك في اللي تبي. يا سلام. قال أجل نشد. قالت توكل على الله. وهو يدخل يوم من الأيام للحفر ولع هاك اللوري يقرقع فاضي، قاعد 3 أيام على باب وراء سني أشوفه ممد رجليه يدور طلب يدور شديد ما يهز رجليه يلعب فاضي. ولد قاسم قال ما تبي تشيل لك شايب وعجوز وورعانه وبيت شعر وقش عجوز. قال أبرك الساعات وين تبي؟ قال أنت وين تبي تروح؟ إي والله. قال شلون وأنا بروح؟ قال أنا بالشيء اللي ما يكلفني دربك بروح معك فيه. قال يا ولد أنا من أهل عرعر ولا نبحولك ولا حولك. سبحان الله. قال عرعر شغل، بس ترى ما عندي دراهم الحين، الله عطاني أنا بنزل في ديرتك معكم، ولا الله عطاني بشرب حقك. ولا يذكر له 3 أيام فاضي بيروح لأهله. قال توكل على الله، العوض ولا القطيعة الله يجيب من شن بعدين. راح معه وتغدى ميسوره وشالوا البيت وشالوا قش المره والورعان والمره فوق، ورتب معه محمد قدام. روحوا يم الحفر سولف معه عن الحفر. من أميركم؟ قال أبو زيد. قالوا نعم استيري أبو زيد الرجال اللي شوار. قال الله الشاعر. قال أعرفه والله إنه يعني وش عرفك به يعني تنها تكاثر راعي السيارة من هنا. وين أبو زيد وأنت رجال على قدك؟ قال لا أعرفه قنص عندي ورفيق زلي وخاوت أنا وياه. قال لي خير. وصلوا عرعر. وين نزلك يا محمد؟ قال حطني وزان بيت اسديري. الرجال صام حنزل بيته وعياله، بنى بيته بيت شعر. يوم أصبح الصبح وهو يروح لأبو زيد قال بروح أسلم على الأمير اسديري. يوم دخل عليه سلام عليكم السلام، ما عرفه هلا به ورحب. عرفتني يا أبو زيد؟ قال لا والله. قال أنا فلان ابن فلان اللي قنصت عندي من يجي 30 سنة. ونعم لكن تدري والله يا واجب كان يموت، لكن اليوم حنا معزومين عند فلان وباتر عندي وعقبه عند فلان، جاينا فلان ابن فلان رجال الوجيه شرواك وقايمين له بواجب الجماعة والأمير معهم السدير. قال وإن شاء الله نواجبك حاضر. قال والله ما جيت إلا بسلم عليك، لكن اللي أنتم فيه أنا معكم فيه. رجال يأكل بيمنه جاء في درب الجماعة مش أمر. يوم أكل عندهم وجبتين، الثالثة قال يا الربع تراكم إن شاء الله ضيوفي باتر. الحين هو هاجم من الكرم، ولكن الطبع عضو ما قدر يصبر. نسى ما عنده حلال، ونسى أنه شاد من الفقر، زهد نفس طيبة نفس. قال يا الربع سووا خير تراكم إن شاء الله عندي باتر. قولوا تم. وش تقول يا الأمير وأخوياك؟ قالوا تم. الله يقويك خير. اطلع من المجلس يوم أقبل على بيته مو بعيد. اليوم طاح بشته عن متونه ما درى. قاعد يفكر هو جاس. اي بالله وين بجيب منه باتر؟ عشاهم عندي انا، ما عندي ما يوكل عيلان. شافته المراه بنت الفحل والله انا تشوفه البشت ينطح عن متونه ولا درى عنه، درت انه هو جاسه قوي. وهي توافيه محمد بسم الله عليك، وهي تلقط البشت وتنفضه وتلوي على يدها بسم الله عليك وراك جعلك ذاك عسى ما شر عسى. وش اللي مشغل وش فيه؟ قال الله يا بنت الحلال اللي حنا هاجين من عودنا فيه. آمنت بالله. وشلون؟ قال هلو. قالت ربك كريم شوفوا بنات الرجال الأصاعي تهون عليه. ما قالت أنت اللي فيك ما يخطيك من قالك تعزم إلا صار ما عندك شيء فسكت. لا قالت يا محمد رب البيت كريم بيسهلها والكريم معان وإن شاء الله أنها بتيسر من هذا الباتر فيها فرج وأنا أختك ما عليك. يا الله يجزاك خير عسى الله خير. يوم أصبح الصبح يتقهوى وياها ولا معروف عندها العرعة، حاطي مشرع ماء مدين طويل حاطته الحكومة لأهل البل والغنم تارد. يوم ضوت هاكا قطعة هاكا الغنم شيء مهول أمالة السهل كله. قالت يا محمد؟ قال لبيه. قالت يا راين عندي لك. قال عسى خير. قالت ورا ما تنسى هاكا الولد اللي مع الغنم وتطلبه
وتعزمه، خذ منه 3 طليان دين وقل تعال تعش معنا عند الأمير وأخويا وتراه مهم تعذرك. الناس تستحي. قال والله ما لي غيرها، خل أروح أشوف. جاء السلام عليكم السلام يا ولد، في هالشعرات والله ما تزعل فيهن 3 طليان تستربها وجه شايب يستحي، سو خير، عطني هندين والله ما تزعل فيهن، إن أول ما يطيح في يدي بحاسب راعي الموتر وحاسبك. يا سلام. قال والله يا عم أني مردك، لكن هذه وأنا يا عم وصية حي الميت والله ما لي فيها وبرة، وإنها حرام علي إني راعي فيها شاوي ببلاش. سبحان الله. قال وشلون؟ وش هلا؟ قال من سنين وحنا نتعب بلاش. قال وشلون؟ قال هذه أبوي الله يغفر له ويرحمه يوم جاي يموت وصانا، ايوه، وعطانا ورقة فيها اسم رجال، والله إننا زرينا وحنا ننشد عنه وعجزنا نلقاه. قال وشلون؟ قال يا رجال ما أدري وش سالفته، شرى بضاعة وجابها لنا، هم وصانا حط له بقيمتها اشياء، والشياه طرح الله فيها البركة، وصارت تكاثر وصارت توالد، ونجز من صوفها ونبيع ونرد في شياه، ونبيع منها قطوسا من ونرد في شياه، وهالحين كل هالغنم هذه أنا وأخواني رعيان فيها والله ما لنا فيها وبرة ولا شعرة، عفوا شعرة. قال والرجال اللي تقوله وش اسمه؟ قال محمد بن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ولا هو ابن هل حفر الباط. قال أنا يا محاتي. قال أسألك بالله أنت فلان ابن فلان؟ قال لي والله. قال من يعرفك؟ قال يعرفني أبو زيد، يعرف علي. يا سلام. قال يدك ويقض به. قال يا الله لك الحمد، ويروح ينطلق يبشر اخوانه ابشروا بالفرج، ابشروا حفتكينا ويركض لابو زيد. قال يا الامير تعرف هالرجال؟ قال الله الله هذا فلان الرجال الطيب الكريم فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. قال اجل عد حلالك واستل وفكني من الله يفكك من الشر. يا سلام. سبحان الله العظيم، الله خلف عليك كرمك كله في ساعة واحدة، لأن ساعة من الغني تغني. وسلامتكم.